المشاهدين ديالي العزاز، المهم هنا وجدت معكم غدا ساهل مال صراحه حتى وجدتو عاد فكرتكم باش ندير فيديو. المهم هنا القرنبيط الشوفلور سلقته في الماء مع شويه د الملحه وقطيره ديال الخل وصفيته، من بعد قليته في الزيت بلا بيض بلا والو، وتزدت عليه الكمون والقزبور والملحه وشويه د البزار. بطبيعه الحال كيجي هائل بهذه الطريقه. ايوا في هاد المقله درت بطاطا وحده حيت غدا ديال جوج الاشخاص. بطاطا قطعتها مربعات صغار. المهم هنا كنحركوا هذيك البطاطا خصها حتى تحمر لينا، راه اصلا حمراء راه بدات كطيب. المهم وغادي نرجع معكم. وهنا درت جوج بيضات وقزبور وشويه د الزويته البلديه وشويه د الملحه وغادي نخلطهم. من بعد ما تخلطوا ليا مزيان غادي نديرهم فوق هاد البطاطا هادي. وهنا بطبيعه الحال درت الدنجال ديالي باش يطيب، باش نصايب به الزعلوك، غير بالدنجال بوحدو بلا مطيشه بلا حتى حاجه. بقاو معايا باش تشوفوا كيفاش كنصايب الزعلوك ديالي. هنا بسم الله غادي نخوي البيض. بسم الله بسم الله. كيما كتشوفوا معايا راه التورتيلا كتجي تبارك الله كبيره، واخا غير بجوج بيضات. المهم على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم نتوما، انا غير حنا جوج الاشخاص فدرتها على هذا الشكل هذا. اذا حبيتوا تزيدوا فرomاج او تزيدوا فلفله حلوه ولا اللي حبيتوا، انا درتها غير بالبطاطا هكا كتجي هائله كتعجبني هكا. هنا كما كتشوفوا هاد التورتيلا ديالي التورتيه ديالي واجده، درتها في الطبسيل ما خليتهاش في المقله. صراحه جا غدا ساهل ماهل. وهنا داك الشوفرو اللي كتشوفوا معايا دابا ندوزو باش نصايب معكم الزعلوك. يلا بقاو معايا. هنا ملي طاب الزعلوك ديالي، ملي طاب الدنجال ديالي اسمح صفيته من الماء، ودابا غادي نزيد عليه شويه ديال الزيت البلديه والعطريه. بسم الله. كاين اللي كيدير ليه مطيشه والفلفله حلوه وخضراء وحمراء والهريسه. المهم على حسب كيما حبيتو نتوما، كل واحد والطريقه ديالو في الزعلوك. وهنا غادي نزيد الكمون، وهنا غادي نضيف شويه ديال الملح كما كتشوفوا معايا. وهنا غادي نزيد شويه ديال الابزار، وهنا غنضيف شويه ديال الكركم البلدي، وهنا ضفت شويه ديال القزبور المعدنوس. دابا غادي نمسكوه بالفورشيط ديالنا وبقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي. هنا الحبيبات ديالي، المهم هنا ضفت الثومه كما كتشوفوا. الزعلوك ديالي دابا راه واجد صراحه كيجي هائل مع شويه ديال الهريسه بدون مطيشه وبدون فلفل احمر واخضر. بالدنجال بوحدو يمكن لك تصايبي زعلوك اسرع زعلوك. المهم دابا راه طاب تقريبا طاب، نتوما ديروا الكميه اللي بغيتو، فانا درت دنجاله وحده. تبارك الله راه كيخرج كتير شويه ماشي بحال. نتوما ما كنضيفوها حتى للاخر باش يلاه تعطينا هذيك النسمه والريحه ديالها، باش كيكون كتطلع منه ريحه صراحه غزاله. صراحه هذا هو الغدا ديالي ساهل ماهل في رمشه عين. الا ما فيك ما يدير حتى حاجه الا متوفر عندك هاد المكونات هادو بطبيعه الحال، وكنظن اي دار مغربيه راه كيتوفروا فيها هاد المكونات. فهالزعلوك ديالي كما كيجي صراحه هائل جدا وسهل واقتصادي كمان. بدنجاله وحده تقدري توفري هاد الكميه هادي والطورتيه بطبيعه الحال. وكنتمنى يعجبكم غدايا، وكنتمنى الاشتراكات ديالكم في القناه ديالي بطبيعه الحال الا عجبكم الفيديوهات ديالي. وشكرا بزاف لكاع الناس اللي كتدعمني واللي اشتركت عندي. شكرا بزاف. بصحه غداكم.